السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة معانا طريقة ازاي ان انت تحصل على الكاميرا بتاعت موبايل اكسبيريا زد 2 بكل المودز اللي فيها. الطريقة عبارة عن ملف مضغوط هتحمله، هحط اللينك في الديسكريبشن اسفل الفيديو. ملف هتنقله على كارت ميموري وتركب كارت الميموري في الجهاز ايا كان نوع جهازك، تتأكد ان الملف موجود. اهو الملف موجود معانا باسم اكسبيريا زد 2. تمام، هنقفل الجهاز او هندخل على الريكفري مود على طول. انا عندي هنا في الروم دي ندخل على الريكفري مود على طول. اوكي، دخلنا على الريكفري مود. هنختار الملف من كارت الميموري بتاعنا باسم اهو، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا. عموما هو هتلاقيه بنفس الاسم بتاع الملف الآية دي. هنختاره ونسيبه يحمل. رجع على الريكفري مود تاني، نرجع باك ريبوت سيستم نيو، هنسيب الجهاز يعمل ريبوت او يعمل ريستارت مع نفسه. بس لازم يكون عامل ريكفري معدل او كاستم ريكفري عشان الطريقة دي تتم معاك بنجاح. الحتة دي انا نسيت اقولها في الفيديو في الاول. بدأ يعد معانا العداد ده، هيخلص تحميل وهيبدأ يفتح معاك الجهاز مباشرة. بعد الجهاز ما فتح معانا حطيتهم كلهم في فولدر واحد عشان بس اعرفه. انا غيرت المكان اللي بصور فيه عشان ما ينفعش ان انا اصور على السطح الابيض اللي كنت بصور عليه. فهنبدأ نفتح الايقونة دي. هتستنى لحد ما يقول لك loading trying to find out where are you. فترة كده هندوس هنا، اختار مثلا الديناصور ده. اوكي، هنلاحظ يبدأ يظهر شوية ديناصورات وزرع وشجر. اتمنى انكم تكونوا شايفينه. في ديناصور اهو نفس بالظبط اللي في الاكسبيريا زد 2. تمام، نجرب حاجة غير كده. لو دوست ريست هيبدأ من الاول وجديد. طب نجرب مثلا بتاع اللي فيها السمكة دي، هيظهر سمك. تحس ان هي فعلا حقيقية يعني. بص، موجودة على الترابيزة فعلا اهي. لو جبت كده هتبقى موجودة على الشاشة وهكذا. نجرب مثلا بتاعة البنت دي اهو، زرع وفي اقزام وبتاع والكلام ده. يعني هي حلوة، ممكن لو عندك طفل صغير ولا حاجة هيعتبرها حاجة مسلية ويلعب بيها. يعني انا شايفها حاجة حلوة، ممكن طفل هتسليه مثلا او حاجة زي كده. بخلاف ان هي لما تبقى او توفر حاجة في موبايل تمنه ازيد من 3000، لما توفرها في موبايل تمنه رخيص جدا 700 800 جنيه 900 جنيه، دي انا شايفها في حد ذاتها حاجة حلوة يعني مفيدة، بغض النظر عن ان انت هتعملها او مش هتعملها. تمام، يعني انا ما كنتش اتوقع ابدا ان ممكن يبقى حاجة زي دي تحصل. تمام، بصوا ركزوا. زي ما قلنا لازم تفتح الجي بي اس والواي فاي، ولازم يعني عشان تعمل اصلا الكلام ده من الاول زي ما شرحنا في الاول ان انت تبقى عامل كاستم ريكفري معدل. كل حاجة في الموزة دي شغالة، وطبعا الحاجات التانية اللي نزلت شغالة كلها. بس انا حبيت اوريكم ده على السريع. نجرب مثلا دي حاجة تبع الفيديو، يعني اللي يعمل الطريقة يبقى يجربها ويقول لي رأيه. ودي تلاقي دبدوب وحاجات كده اهو، دبدوب
او دب يعني مش فاكر مش بالظبط يعني. دي تصور يعني بسرعة كده وبتاع ويظهر لك بالراحة. أوضاع كتيرة بالظبط كأنك معاك كاميرا ذات تو زي ما قلنا. وفي آخر الحلقة أشكر محمود عبد الحميد، هو اللي قال لي على الطريقة دي وقال لي أعملها فيديو عشان الناس يستفادوا. ألف شكر يا محمود. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ويا ريت لو الحلقة عجبتك تعمل لنا سبسكرايب للقناة وتعمل لنا لايك على الفيديو عشان أعرف كم واحد استفادوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.